تخيل تدخل صيدلية وتلاقي نفسك فجأة في مشهد من فيلم رعب، هتتصرف ازاي؟ في يوم من الأيام كان في بنت شغالة في صيدلية صغيرة لوحدها. فجأة دخل شاب شكله مضطرب وطلب منها دواء معين. البنت فتحت الكمبيوتر وبصت وقالت له: الدواء ده مش بيتصرف من غير روشتة يا أستاذ، ده تابع جدول ممنوع. هو اتعصب جدا وبدأ يرفع صوته: أنا محتاجه دلوقتي حالا، وهتاخدهولي يعني هتاخدهولي. البنت وقفت ثابتة وقالت له: اسمع، لو ما خرجتش دلوقتي هتصل بالشرطة فورا. اللحظة دي الشاب طلع من جيبه سرنجة غريبة مليانة بسائل أصفر، وقال لها وهو مرعبها: هتعرفي أنا بضحك ولا بجد دلوقتي؟ وفجأة غرز السرنجة في رقبتها. البنت شهقت وصرخت وطلعت تجري بره الصيدلية وهي ماسكة رقبتها، والناس حواليها مش فاهمين حاجة. الجميع افتكر إنها اتسممت والقلوب اتقبض. لكن بعد دقايق البنت وقفت فجأة وقالت بصوت متقطع: يا جماعة متخافوش، دي مش سم، ده بنزين. والناس واقفة مصدومة مش عارفين يضحكوا ولا يتصدموا أكتر. العبرة: مش كل اللي يبان خطر هو فعلا اللي احنا متخيلينه. ودايما نقول: اللهم صل على النبي.